السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناة تالين. نرحب جميع البنات اللي غير التحقوا بينا، نقول لهم مرحبا بكم معايا. البنات اللي معايا نقول لهم راكو زدتوني شرف على شرف. كما راكو تشوفوا البنات، اليوم جيتكم فيديو جديد ونشرح لكم ان شاء الله سبب الغياب بتاعي عن القناة. كما راكو تشوفوا هادو لي فاليز، كانت عندي سفرة للجزائر ولهذا طولت عليكم في الغيبة. كما راكم تشوفوا الدنيا راهي مرونه، لي فاليز ولي ساشي، وراني نكمل ان شاء الله باش نرتب الحوايج تاع وليداتي. وهنايا كما راكم تشوفوا في هاد لا فاليز هادي باكاجاما، درت كل واحد الاولاد ديالي يعني لا فاليز ديالو. وهذه هي الطريقه ديالي في ترتيب الملابس للاطفال. درت لهم لي بيل وحدهم، لي بنطلون وحدهم، هادو الملابس تاع الدار. وعندك هنايا كمان لي بيجاما و لي شوز تاعهم راسبارد والملابس الداخليه. هذا سبات كان عندي عرس اختي، يعني خطوبه، ولهذا اهبط ضروري للبلاد. نحب نشكر الاخت انوني ميباركي، نقول لها جزاك الله كل خير لانك سقسيتي عليا اكثر واكثر من مره. ونشكر جميع البنات كذلك اللي سقساو عليا وعلاش طولت في الغيبه. كما راكم تشوفوا معايا هنا البنات، كنت درت يعني طيبت كما حنا نقولوا جواز تاع الجلبانه وزروديه ابيض الله الله، وحرقته كما راكم تشوفوا. يعني حاجه مضيه معايا باذن الله. هذاك الدجاج يعني ما شدليش في الطنجره ديالي، وعاودت يعني نصبت ماكله واحده اخرى اللي هي تغميس بصل وطماطيش، ودرت له كذلك الفاصوليا يعني اللوبيا الفصاص هذيك. يعني عاودت قلبتها جوز واحد اخر، ما عندي ما ندير. والا يعني كنت عارفوا الزوج الا جا وما لقاش الاكل لتيت في لي فاليز ولا هذا، ما نسيت الماكله كانت على النار. كما راكم تشوفوا البنات، هنايا قليت البصل جيدا لانه هنا كان عندي الدجاج اوريدي يعني ديجا كان طيب نص طياب. و درت غير البصل وشويه تاع الزيت، الملح، فلفل الكحل، قرفه، فلفل العكري، وقليتهم بيان ونخلي هذاك البصل حتى يدبل لي جيدا هكذا باش نقدر نرجع معاه الدجاج. ان شاء الله نكون عند الحسن الظن ديالكم وحتى مع زوجي، لانه على الاقل جا ولقى العشاء طيب. كما راكم تشوفوا البنات، هنايا راهو البصل ديالي كان تقلى. الان راح نحط الدجاج هكذا باش ياخذ لي كذلك يعني البنه تاع هذاك البصل، ونزيد نقليهم شويه. بعد هذا راح نمرقهم باذن الله. نتمنى ان الصوت راح يكون واضح. نحركهم جيدا ونخليه يعني تقريبا دقيقتين الى 3. ما يطولش عندي الدجاج لانه قلنا راهو طيب نص طياب. بعد ما تقلى عندي كما راكم تشوفوا البنات الدجاج مع البصل، راح نمرق هكذا كما راكم تشوفوا من جهه واحده. يعني حاولوا انكم ما تمرقوش من وسط الطنجره، يعني غير من الجهه الطرف واحد اللي تمرقوا به. ولازم الماء ديالكم يكون سخون هكذا باش يعني يسرع لنا الطياب تاع الدجاج معنا. الآن مباشرة راح نزيد عليها البطاطس، لأنه الدجاج يعني داخله الطياب، والبصل يعني ما يشدش الطياب كذلك. كما راكم تشوفوا درت البطاطا مباشرة، وندير معها كذلك الفاصوليا راح تشوفوها معايا. المهم أنا يعني كما راكم تشوفوا طيبت جواز واحد آخر، ونحينا شوية عياط من الدار. يعني اذا جاو لقى الزوج ديالك ماكله محروقه، عندي ما نقول لك تخلص عليك مال. ندخلوا هذيك البطاطا جيدا في اللاصوص، نزيد لها غير شويه هكذا لانه حنزيد الفاصوليا احطي مع البطاطا، وهكذا باش ما نقعدش غير نزيد في الماء.
هنا البنات كما راكم تشوف معايا عندي هاد الفاصولياء هادية، وكنت قطعت كذلك الطماطم حب وطماطم المصبرة. هنا بعد ما غلات عندي الطنجرة راح نضيف الفاصولياء كما راكم تشوفوا. انا هنايا نجيبها معلبة واللي تكون طيبة، وما نجيبهاش الحبة تاعها كبيرة بزاف. هذه لوبيا فصاص عادية، ولكن الحبة تاعها تكون صغيرة. حنا تجينا معلبة وواجدة وطيبة كذلك، يعني 3/4 طياب، وتكمل ان شاء الله مع لاصوص ديالنا باذن الله. ندير الطماطم الحب ونزيدو هذه الطماطم المصبره، ندير قليل من الماء، نحركها ونضيفها في الطنجره ديالي. وهكذا نكونوا حضرنا احلى عشاء وشي ما يضيع معنا باذن الله. نحركها شويه ونخليها تطيب على نار قليله باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا البنات، هنا لي فاليز ديالي كنت نخدم فيهم في نفس الوقت. العشاء ديالي راه يطيب، واكيد ما قبل ما نروح لازم نخلي حاجه للزوج ديالي هكذا باش يشرب بها قهوه كي ما نكونش انا في الدار. كما راكم تشوفوا البنات، انا راح ندير له هنايا المبرجه ولا البراج، يعني هذيك اللي تجي بالغرس. كما راكم تشوفوا هنايا كي 3 كيسان تاع السميد. هاد الكميه درت كميه صغيره فقط للزوج ديالي. ندير كيلة تاع الزيت، وما ننساش الملح كذلك. الملح يعني على حسب الذوق، وخاصة في المعجنات يعني ندير الملح شوية زيادة، ولكن هذا يرجع لكم نتوما. الآن نبسس جيدا هذاك السميد مع الزيت. أنا هنايا كان عندي سميد رطب، يعني ماشي رطيبة، رطب شوية، ولكن نتوما ديروا سميد اللي يكون متوسط. ندير نصف كيلة تاع الماء ونقعد نجمع في العجينة ديالي، وانتوما تشوفوا على حسب السميد ديالكم اذا يشرب ولا ما يشربش. يعني ما ديريش اكثر من 3/4 الكوب تاع الماء باش هكذا البراج ديالك تجيك مبسه جد اقتصاديه ورائعه، وخاصه في الربيع. اكيد راح يحبوها وليداتكم. كما راكم تشوفوا هنايا انا كنت جهزت كذلك هنايا التمر كما راكم تشوفوا. درت له غير شويه تاع الزبده وشويه تاع الزيت والقليل من الماء الزهر، وعجنته جيدا وسرحته بهذه الطريقه هذه يعني دائريه. الان هذيك العجينه تاع البراج ديالنا قسمتها على 2، يعني الطريقه راهي واضحه. ونحاول نزيد نحط العجينه من الفوق. يعني البنات كانت عليا صعيبه بزاف باش ندير لكم لي فيديو في الفتره اللي كنت هابطه فيها البلاد، وكان كل شيء في دقيقه الاخرى كانت عندي اشغال كثيره، ولهذا غبت على اليوتيوب. الان راح نحلها بالمدلك او بالحلال، وراح نقطعها مربعات. انا نكمل بهذه الطريقه باذن الله ونرجع معكم. هنا البنات كما راكم تشوفوا معايا قطعتهم شويه كبار، راح نسقمهم في الجوانب ديالهم ونحطهم في الطاجين يكون ساخن. يعني الطريقه جد سهله وبسيطه، وانتم تقطعوها كما حبيتوا كبيره ولا صغيره، هذاك الشيء يرجع لكم نتوما. هنا البنات كما راكم تشوفوا معايا مباشره سخنت المقلاة ديالي ولا الطاجين ولا الشيء اللي عندكم نتوما، وكما راكم تشوفوا معايا هذا هو الجواز. شوفوا لي كيفاش جا، والله جا روعه. والبنه ما نحكي لكمش. الان البنات كما راكم تشوفوا في هذه المقلاة هذه راهي سخنت معايا، راح نحط البراج ديالي بهذا
بهذه الطريقة هذه. ولكن ما نقلبوهاش هكذا باش ما تحلش معاك الحبة وما يلصقش القاع ديالها في المقلاة. يعني غير تحطيها خليها حتى تأكدي انها طابت من التحت. يعني كيفاش نتأكد انها طابت من التحت؟ على اطراف الجوانب هكذا نشوفوها بلي بدات تحمر شوية، ثم راح نقلبها للناحية الثانية. تأكدوا ان المقلاة تاعكم او الطاجين ديالكم ما يلصقش باش هكذا تقدروا تقلبوها. اعتذر على الصوت تاع اليوم راهو ضعيف شويه لانه راني نسجل في الليل وليداتي راهم راقدين. نكمل بهذه الطريقه باذن الله ونوري لكم ان شاء الله النتيجه في اخر الفيديو. حبيباتي هذا هو الشكل النهائي تاع المبرجله لنهار اليوم. نتمنى انكم تجربوها وتمتعوا بالذوق ديالها، والله تجي روعه على الطريقه التقليديه اللي جد بسيطة فقط بالزيت. هنا حبيبتي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام.